بسم الله. السلام عليكم. شكرا سي يونس لانك جبتي لنا هذا الموضوع هذا. واحد الموضوع ماشي سهل، موضوع واعر جم. انا اصلا عزيز علينا في هذا المواضيع، عزيز عليا حوار في هذا المواضيع. الوالدين اهم حاجه عند الواحد. الله يخليهم لينا. نبداو بالمهمه، الله يخليها لينا. موضوع كبير بزاف. الهم الشعراء ودابا حتى العلم بغاو يدرسوا هاد العلاقه اللي بين الام والولد وكذا، والمسائل العاطفه شنو التاثير تاعها. فعلا وجدوا ان الام واحد العنصر ما يمكنش نستغناو عليه. التكوين الشخصي والنفسي تاع الانسان راه بسبب الام، بفضل الام هي كتله نقدروا نشبهوها بواحد الكتله تاع الحنان، وهذا الحنان هذا كيتجسد في واحد مجموعه ولا طاقه ايجابيه كتعطيها لذاك الولد تاعها، وكتجعلو انه يستمر في الحياه، وتكون عنده واحد المحفز اللي كيجعلو انه يكمل المسيره تاعو، يكمل الحياه تاعو. خويا نقول لك حاجه وحده، الوالدين هما عينينا، بعدا بعينيك الا ما عندكش راه ما عندك والو. الوالدين اللي كلمه كبيره وخصنا نعرفوا بحقها. المهم غنقول لكم القصه ديالي وغتفهموني مزيان. الا بغينا نعرفوا الدور تاع الام اجي نيفيتيوها، ما غاديش يكون عندنا افراد هما هذوك، وغالبا رجعنا للمجتمع كنلقاو ان الناس المشردين وهاد المجرمين وهاد المسائل كيكونوا غالبا هما الانسان، الناس المحرومين من الامهات تاعهم. انا دابا شهر وانا بوحدي في الدار، يعني الوالدين ديالي مسافرين، وتمكنت نستافد من التجربه. هاز يعني نحمل بزاف، وهذا الحمل عرفت واش كيسوى. حوايجنا، فراشنا، ماكلتنا، بكل شيء لينا هاز صراحه 100% هازين لك انت كامل. راه والله لا يخطك علينا الوالد، لا يخطك علينا. المهم غنوريكم الحوايج ديالي، هانتوما تشوفوا. فينك يا الوالده، فينك يا الوالده؟ يا الوالده كنتي هازه علينا الحمل. هانتوما تشوفوا الفراش حتى هو، يعني ملي كتمرض تيوقفوا معاك تيداويو بزاف. يعني لا جينا نقولوا الام راه غنقولوا شي حاجه كبيره في حياتها. يا خوتي الماكله مره تجيك مره تجيك مسوسه، مره مع حاره، مره. المهم ما كاينش ما احسن من الماكله ديال الايدين ديال الوالده. كتجي من المدرسه ولا كتجي من الليسي ولا كتجي من الخدمه، تلقى كلشي موجود. ماكله كتلقى حوايجك مطويين مصبنين، ماشي بحال كنتي عايش بوحدك بزاف د الحوايج. كتحس بالحمل، كتحس براسك، يعني خصك تفيق تسيق تصبن بزاف د الحوايج. يعني وتنشكر والدي ديالي واش نقول هادشي، نبغيك بزاف وعرفت بحقك بزاف، وتنبغيك من القلب ديالي. الحمد لله عارفه بقيمتها، والحمد لله عليها هي كامله. سمحي لي بزاف المهمه، والحمد لله حيت عندي ام بحالك. ويا ربي تسمح لي وتغفر لي على داكشي اللي تندير فيها، واخا تجاهها هي تافه، ولكن انا عارفه وتيجيني راه شي حاجه، واخا هي تجاه والو. شكرا بزاف ايتها الام. واخا نقصو نهضروا تنعياو، راه حنا خصنا نعتذروا اولا على هذا الكلام اللي كنقولوا، علاش؟ لانه ما يوصلش للمستوى تاعك يا ايتها الام. وسمحي لنا الام بزاف الا غلطنا في حقك، وإلا تناسينا القدر تاعك لا مع الله ولا مع العبد. عارف بانهم بغاوني بدون مقابل، ضحاو من الاجل ديالي بدون مقابل، فحتى انا كنبغي نقول للوالدين ديالي كنبغيكم بزاف، وشكرا بزاف. فانا طامع في الرضا ديالكم. انا رضا الوالدين هي اغلى حاجه في الدنيا، بغيت نقول الوالد والوالد ديالي انا كنبغيهم بزاف. الله يسمح لنا من الوالدين. الوالدين ديالنا هما اغلى حاجه عندنا في الحياه، والعيد ديالهم هو فهمتي خصنا نحتفلوا به كل نهار. الوالد ديالنا اللي كنبغيهم بزاف وعزازين عليا وكتفكرهم ديما، والله يخليهم لينا والله يخلي لاي واحد الوالدين ديالو فيما كانوا. الا كانوا مرض الله يشافيهم. كنتمنى الوالدين ديالي شي حجه ان شاء الله مجموعين. والد الوالده، اليوم غندير هذا الفيديو باش نقول لكم واحد الكلمه اللي غاغمو فين قلتها لكم. تنبغيكم بزاف، وشكرا على كل شيء قلتوا لي، راكي ديما في قلبي.
قلبي. وبالنسبه لي ما تيعاملوش والديهم مزيان، انا بغيت نقول لهم مهم يتقربوا من والديهم، ومهما غوتوا عليهم او لا قالوا لهم شي حاجه ماشي مزيان راه لمصلحتهم، يبوسوا ليهم يديهم وراسهم، وراه ما كاينش شي حد ما تيبغيش ولادو. تنبغيهم بزاف وكنشكرهم على الدعم ديالهم والمساندة ديالهم ليا. اول حاجه تنبغي نقدم الشكر الخاص للاخ يونس لانه اتاح لنا واحد الفرصه باش اننا نعبروا على كلمه في حق الامهات ديالنا، الا وهي كلمه في حقهم الا وهي قليله. تنبغي نقول للام ديالي توحشك بزاف، توحش الجلسه معاك، توحش الخرجه معاك، توحش نعنقك، توحش نبوسك، توحش بزاف الحوايج، توحش الطويجنات هذوك المدغمرين هذوك اللي بالزيتون وهذاك الاكله الخفيفه. في نص ساعه تقول لك اولمدي نوض تاكل راك واجده. دابا حنا 3 السوايع في الصبيله طابت لك الكامله. تنبغي نقول لك سمحي لي الا غلطت في حقك او قلت لك شي حاجه في حقك، ايامات دوزناها الله يسمح لنا من حق الوالدين. تنقول لك سمحي لي وسمحي لي بزاف، وتنقول لك تنبغيك بزاف. التحيه لجميع الامهات وفي المغرب في خارج المغرب في اي بلاصه، تنقول لكم بانني تنبغيكم والله يخليك ليا الوالده. كنتمنى لك ماما عيد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والعافيه وطول العمر. هذه فرصه كنستغلها باش نقول لك هادشي، ولكن بالنسبه لي عيد الام ديما كاين. دونك الا بغيتي نكون مزيان تهلاي في راسك مزيان. انا كنموت عليك، انا كنحماق عليك ويدا كنبغيك. امي بغيتك اليوم تعرفي انني كنبغيك بزاف وانني كنقدر جميع المجهودات اللي قمتي بها من اجلي. كما جيت نعتذر لك على اللحظات السيئه او الصعبه اللي ربما كنت انا السبب فيها. السلام عليكم الوالده، والله الا توحشتك وحق الله. كنعيش على الذكرى ديالك كل نهار 365 يوم في الغربه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يلاقينا معك واحد النهار بالخير. كنتمنى من الله ان ما نكونوش عذبناكم، ما نكونوش محناكم، وانا عارف المعاناه ديال الام المغربيه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تقضيو السعاده ديالكم في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. والله يرحمكم كاملين ويرحم والدينا ووالديكم. ندوزو الوالد المهمات الصعبة تجيني انا الوالده دو المهمات الصعبة. الوالده تكون عندها ولا الام تكون عندها الحنان وخصها وكتكبرك ولكن ضروري الا كانت الام حنينه وظريفه وتشد بيدك وهذه خص ضروري يكون طرف قاصح. حيت بالنسبه لي انا الوالد ديما الاب خص يكون قاصح باش الدري يطلع اكيد يبغي. الدري كيخرج طايش كيخرج فيهم، ولا يكونوا مقسمين بجوج ومزيانين بجوج، تيخرج الدري معقد، تيخرج مريض في نفسيته. في الوالد تيجيني انا كما قلت عنده مهمات صعبه، حيت ملي كبرنا المهم بداو كيسافروا شويه، راك عارف العمره شويه تيبغيو يخرجوا، راه صافي كبرنا راه ولينا محملين مسؤوليتنا. وانا اللي تنخرج، خوتي واحد صغير وحده بركه في الدار، وانا اللي تنقرا له، وانا اللي تنخرج، انا اللي تنهز ديك المسؤوليه اللي كتكون على برا في الزنقه اللي كيهزها الوالد اللي كيهزها الاب. صعيبه بزاف. خصني نكون جايه طوبيس تنخمم، ما غنزلش بلاكسي، تنزل حدا السوق ولا ننزل حدا الحوانت ولا ننزل تتخمم. كتزيد عليك الطريق العيا والتقديه، الفلوس خصك تشوف القياس د الفلوس، ما تساليهمش دغيا امتى غيجيو الدار. يعني خصك تشد ليهم او ميزور ديال الفلوس، خصهم يبقاو، خصك تكايس كما كنقولوا، وفي نفس الوقت تجيب خوتك داكشي اللي بغاو، ما تخليهم ناقصهم والو. يعني هو تيدير مستحيلات. تلقى بعض المرات مزير ما تيقولهاش لك، تيحاول يجيب لك داكشي، تيحاول يلبي لك ماشي داكشي اللي باغي وما يحسكش بنقص. كنتي عايش في واحد المدى وشي شويه صغيره تبين الحال، هو ما كيحاولش يبين لك داك النقص. تو سامبل امور عاديه، شي حاجه عاديه. هادو هما الوالدين الله يسمح ليهم منهم. لما تمنيتش في هاد اللحظه دابا اللي كنهضر معكم انني نمشي نبوس ليهم رجليهم ويديهم، ولكن لسوء الحظ انه ما كاينش معايا حاليا. فراكم ديما عزازين عندي وراكم ديما تبقاو في قلبي. بالنسبه للاشخاص اللي
توفوا لهم الاباء ديالهم فيدعوا معهم. فكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقه الجاريه من بينها ولد صالح يدعو له. يعني ندعيو معهم، ماشي ضروري نكون توفوا باش ندعي معهم، حتى الابناء اللي مازال لهم الاباء ديالهم حيين يدعي معهم، يتعامل معهم مزيان، هذا واجب ديالنا. الوالديه ضحاو ومازال كيضحاو بزاف على قبلي وعلى قبل خوتي، وتنقول لهم بالريفيات خصك نوطاس. وانت يا جميله اش كتعني؟ تنبغيوكم بزاف. وانت يا جميله اش عندك ما تقولي لنا؟ اللي ما قدرت نشكرهم ونقول لهم بانني كنبغيهم بزاف وما نقدرش نعيش بلا بهم وبلا المسانده ديالهم. تنقول لهم سمحوا لي بزاف على اي حاجه غلط درتها في حياتي، وتنوعدهم انني نكون دائما في حسن ظنهم وصوره على التربيه ديالهم، ويا ربي طول لي في عمرهم. يعني خصني يا صاحبي باش ندير فيديو خاصني ساعات باش نكمل يلا نوصف الوالده والوالد، ولا جد نكتب خصني نكتب 80 مجلد يلا باش نشاهد نوصف الوالده والوالد. كل نهار اب عنده عيد، واخا ما عندوش العيد ولكن هو ديما عنده العيد. الاب راه الناس كتهضر الام، يا عرفنا الام عندها قيمه كبيره في المجتمع، قيمه كبيره في تربيه الاولاد. الاب تا هو عنده قيمه تا هو كبيره بزاف. انا عندي الام ديالي ما خداماش، الوالد ديالي هو اللي خدام. بغيت نقول لكم بلي انايا مفتخر بوالديا، قربوا الوالد ديالي قرب يشد لانتري، قرا جوج خوتي خدامين عندهم عائله ديالهم وراهم عايشين بخير. انا باقي كنقرا الحمد لله، قريب غادي نولي حتى انا نخدم وندير العائله ديالي ان شاء الله. كاع داكشي اللي كيتمناو الوالدين فولادهم، لانه ماشي سهل. انا بغيت كل واحد يفكر واش انه انت غدا الا درتي الا تزوجتي ودرتي الولاد ديالك، درتي 3 الولاد، واش تقدر انك تقريهم وتربيهم. كنبغيكم بزاف، الله يطول ليا في عمركم. كنتمنى لهم الصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. باقي السيمانات الباق غنحاول نخدم مزيان ونجيب في نقطه مزيانه ونفرحهم. كنبغيكم وكنتمناو ان شاء الله طول العمر الامهات ديالنا بما نردوا لهم شويه من داكشي اللي عطاونا. فوالا حتى الوالدين ما نساوش الوالد حتى هو ضروري، اباء في ساكريفيس شي ديالو على ودينا. حنا اليوم ماشيين نجريو شويه الفوتين كل صباح. حنا دابا في الكورف ديال 16 راه على السجير على فاك على فيستين، راه هو الوالد كيجري، راه عرفتي شنو يدير على الوالد، راه الوالد كيجري زيد. بغيت نقول الوالد والوالده راني كنبغيهم وما نقدرش نعيش بلا بهم، كيمثلوا كلشي بالنسبه لي انا، وحتى حاجه ما تقدر تعوضنا في والدينا. واللي ميتي لي والديك مولي الله يرحمهم ليه والله يخلي لنا والدين. علي الوالد والوالده. المهم هذا الفيديو درتو اهداء لجميع الاباء والامهات، بخصوص الوالد والوالده ديالي. تنبغيكم وفيه رساله للشباب ديالنا، راكم فهمتوني. السلام عليكم. ما كاين اخويا ما احسن من الدعوه للوالدين في هذه الشتوى هذه. اسال الله تعالى ان يجمعنا ووالدينا بالجنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ابي وامي من اهل الجنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك ربي رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.